أنا عمري ما كنت بخاف من البيوت القديمة. كنت دايما أقول الخوف في دماغنا مش في المكان، لحد ما سكنت البيت ده. البيت كان في شارع جانبي هادي زيادة عن اللزوم، بيوت قليلة وكلهم مقفولين بدري، إلا البيت اللي في آخر الشارع، البيت اللي فوقه محل حلاقة مقفول. صاحب البيت قال لي الحلاق مات من سنين والبيت فاضي من وقتها. سألته مات إزاي؟ سكت شوية وبعدين قال اتقال عليه مجنون، كان بيحب شغله قوي. ضحكت وأجرت البيت. أول ليلة عدت عادي، تاني ليلة الساعة كانت 3:15، سمعت صوت خافت، تك تك تك، صوت مقص. قلت أكيد من الشارع، بس الصوت كان جاي من جوه البيت. قمت مشيت على أطراف صوابعي والصوت كان بيقرب من ورايا. لفيت بسرعة ملقتش حد، رجعت أنام، بس قبل ما أغفل حسيت بحاجة لمست شعري. صحيت مفزوعة، شعري كان ملموم كأنه حد بيقسمه. قمت جري على الحمام، بصيت في المراية وشفت راجل واقف ورايا لابس مريالة حلاق قديمة، وشه مش واضح وعينه مفتوحة زيادة عن الطبيعي. قال بهدوء يخوف ما تتحركيش، القصة لازم تطلع مظبوطة. جسمي اتشل، حسيت بالمقص بيلمس ودني، مش بيقطع بس بيضغط. قال اللي دخلوا البيت قبلك سابوا حاجة. سألته بصوت مكسور عايز ايه؟ ضحك ضحكة خلت النور يطفى وقال شعرك، صوتك أو عقلك. وفجأة اختفى. صحيت الصبح ولقيت على المخدة خصلة شعر مربوطة بخيط أسود. قررت أمشي، وأنا بجمع حاجتي لقيت باب صغير في الصالة عمري ما خدت بالي منه. فتحته، كان سلم نازل تحت. نزلت خطوة وشفت أوضة ضلمة، وفي نصها كرسي حلاقة وعليه راس ست من غير جسم وشعرها كان شعري. صرخت، وفي اللحظة دي سمعت صوته من ورايا لسه فاضل شوية. فقت في المستشفى، قالوا إن الجيران لقولي مغمى عليا قدام البيت. البيت اتقفل بالشمع الأحمر، بس الغريب شعري من يومها مش بيطول، وصوت المقص كل يوم الساعة 3 الفجر بسمعه قريب من ودني وبيسألني جاهزة نكمل؟